الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال، ولادي واخواتي واحلى عيله في الدنيا. النهارده ان شاء الله وصفتي حلوه جدا، مفيش حد ما بيحبهاش، خصوصا ولادنا هتحبيها. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام ونشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا ربع كيلو لحمه مفرومه ونص كيلو صدور بانيه اهي. بصوا انا غسلتها حلوه قوي، نقعتها وخليتها لما تصفت في المصفى. بصوا، وده كوبايه الا ربع فول صويا، بليته يعني نقعته بتاع نص ساعه كده لغايه اما تبل معايا. هفرم بقى دول على دول وارجع لكم تاني. فرمت الفراخ والفول الصويا مع بعض اهم. عندي بقى هنا بضايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي خلطه برجر جاهزه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا دي شويه كربونات، مش كتير قوي يعني، مفيش كربونات وتحطي بيكنج باودر. هقلبهم في بعض وارجع لكم. قلبتهم في بعض اهو. هو انت لو عندك كبه يكون احسن، وغيرت الوش بتاع المكنه، يعني شلت الوش الخشن وحطيت وش ناعم شويه. هضربهم بقى مع بعضهم ضربه تاني في المكنه. عملتها على الوش الناعم اهي. بقولك لو في كبه هيكون احسن. طبعا في حد بقى يقول لي فول صويا ويتكلم عن الفول الصويا ان هو غلط. انا عاملاها هاكلها لعيالي، يعني انا مش هضر عيالي، ولو عارفه ان هي 1% هتضر عيل من عيالي مش هعملها. انا عامله كوبايه الا ربع كلها، يعني مش عامله كتير. وبعدين انا سائله وعارفه ان الفول الصويا ده مش مضر، بس لو بكتره. انتوا فاهميني؟ يعني انتوا بتجيبوا لعيالكم، بتجيبوا البرجر دي من بره، وعيالي وكله احفادي بيجيبوا سندوتشات بيسالوا فيها ولا لا؟ زي ما انا عملت السجق قبل كده وقلت لكم لما بيجوا الاكل من بره بيسالوا ان كان ده بلدي ولا مستورد ولا في ايه ولا معمول ازاي. يعني انتوا شايفين انا غاسله الصدور بتاعت الفراخ زي الفل والله. وبتعاملي انت فرارجي، بتبقي انت معاملاه. اللحمه بردك كذلك، انا جايبه لحمه جملي مش بلدي، جايبه لحمه جملي، بس جزار بردك انا بعامله وعارفه اقطع لي اللحمه عامله ازاي. يعني انا اما اكل ابني سندوتش همبرجر من ده انا هاكله له وانا مطمنه عليه. كميه بتاع الفول الصويا مش كتير. انا هوريكم بقى حاجه بمناسبه ان قله الذمه والضمير. انا عندي الخلطه اهي بتاعت ريسبي بتاعت برجر اهو. بعد ما فتحتها كده بشوفها لقيت الصلاحيه منتهيه، بس هي مش منهم هما، مش قله الضمير منهم هما، انا بقول قله الضمير في الحاجه اللي بتتباع بره. يعني هو لو محل وجايب خلطه زي دي جايبها غاليه اهو، دول كيسين بحالهم والله بقفلتهم. وده بقيت كفته، يعني بقيت خلطه بتاعت كفته. دول هرميهم الوقت. لو هو في محل مطعم او اي محل، معلش حتى لو محل كبير هيرميهم والله. يلا يعمل بقى وعيالنا تاكل اللي صلاحيته منتهيه، واللي الفراخ زفره، واللي اللحمه ما تعرفيش بقى جايه منين. اعملي واتكلي على الله وان شاء الله هتعجبكم. هنعملها بقى نكورها مع بعضنا كده دلوقتي واقول لكم نعمل ايه فيها تاني. حطيت طبق في زيت، هبل ايدي كده وايه هكورها مثلا ايه اهي قد كده. انا عندي والله ما تعملي الحاجه في بيتك احسن وانضف، وتشجعك ان انت تقفي في المطبخ وعيالك يشوفوك انت بتعملي الحاجه نفسهم تتفتح. ما تجيبيش حاجه من بره. ان قدرتي كمان تعملي العيش في البيت الكايزر اعمليه يكون احسن. اكورهم بقى كده ايه كور قد بعض كده اهو وارجع لكم تاني. كورتهم كلهم اهو، عملتهم كلهم احجام كبيره ما عدا دي اصغر واحده اهو. انا كنت هعملها في الغطا، فانا عشان مقطعه احجام كبيره ما جاتش في الغطا، جت في حاجه اوسع زي دي. فانت لو عندك غطا بتاع بطرمان اوسع، وعندك انت اللي هي بتاعت الكبسه بتاعت البرجر، يبقى ماشي.
اهي بحط الورقه جواها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقول لكم انا عملتها يعني ايه كبيره، اللي هو حجم عائلي. يعني لو انا هعمل كميه يعني هقطع قطعيه اصغر من كده كان هيبقى الضعف عندي، بس انا يعني ايه مش ببيع، انا عامله للبيت عشان يبقى سندوتش حلو كده. اهو بصوا، وهوريكم سمكها عامل ازاي دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا سمكها عامل ازاي. اهي هعمل واحده تانية معاكم. نسيت اقول لكم دي ايه، اكياس تلاجة وانا قصقصتها كده، يعني ايه الحته الكيس يبقى فوق وكيس تحت. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. اكن ده المكبس صرفنا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو اخلصها بقى كلها وارجع لكم. بقى المنظر والله من ريحتها ونظافتها وبصوا عامله ازاي تتاكل، عايزين تاكلوها نيه كده. دي اصغر واحده، انا كان ممكن اعمل اضاعف الكميه دي اعملها 2، بس انا ايه عايزه اعملها كبيره. اهي ما تبقى كده حتى مش وحشه، بس انا عايزه اعمل سندوتش زي اللي بيجيبوه من بره. بصوا حتى الصغيره خالص سمكها عامل ازاي. بصوا الكبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحتها جميله ونظافتها، مش مهم تعمل كميه، بس هي عامله بردك دول 11 ودي واحده هي الصغيره، يبقى 12 واحده بنظافه بقى، وانت غاسله الحاجه ومنضفاها. هحطها بقى في الفريزر اريحها شويه وارجع لكم تاني. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ حطيت القوطه وترنش فلفل وتحطي كابوتشا واي جبنه انت عايزاها وجنب شويه بطاطس، واحلى سندوتشات، احلى من بره ولا لا؟ عايزه اوريها لكم بقى البرجيه. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اوريها لكم هي عامله ازاي من جوه. بصوا بصوا طريه ازاي وزي الفل، حاجه نظيفه وحاجه بيتي. ان شاء الله تعجبكم اول وصفه دي، جربوها. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والكومنت الحلو اللي زيكم، يا احلى اخوات واحلى ولاد في الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.